تعالى اقول لك ازاي تنام 3 ساعات بس وتكون فايق ومركز، مع انك انت ساعات بتكون نايم 8 ساعات واكتر وتصحى فايق ومش مركز. تعالى اقول لك ليه. الاول يا صديقي، تعالى الاول اشرح لك النوم بيتكون من ايه. النوم يا صديقي بيتكون من 4 مراحل، ودول هم ابطال حلقه النهارده. انت يا صديقي خلال الليله الواحده بتمر ب4 ل6 مراحل نوم في الليله الواحده. بس ده مش رقم ثابت، ده الافريج بتاع السليب. زي ما قلت لك من شويه ان دوره النوم بتتكون من 4 مراحل. اول 3 مراحل اسمهم النون ريبيد اي موفمنت، حركه العين غير السريعه، نرمز لها بالان ار اي ام. انما رابع مرحله ريبيد اي موفمنت، ودي اسمها حركه العين السريعه وبنرمز لها بالار اي ام. اول مرحله بتكون اول ما بترد على السرير وتكون عينك مغمضه وجسمك مريح، فنشاط مخك بيبدا يقل. اما المرحله الثانيه فهي بنسميها مرحله النوم الخفيف، جسمك بيريح اكتر ونبضات قلبك ودرجه حراره جسمك بتبدا تقل. اما ثالث مرحله بقى يا صديقي اسمها مرحله النوم العميق. في المرحله دي يا صديقي نبض ومعدل تنفسك بيقل اكتر وعضلات جسمك بترتاح على الاخر. جينا بقى يا صديقي لرابع مرحله، حركه العين السريعه الار اي ام. المرحله دي هي اللي بيحصل فيها الاحلام، فعلشان كده نشاط مخك بيبدا يزيد. نرجع بقى يا صديقي للنقطه الرئيسيه بتاعت الفيديو، ازاي انام 3 ساعات بس واكون فايق ومركز. لازم تظبط عدد ساعات نومك بحيث يمشي مع عدد دورات نوم كامله اللي انت بتنامها، علشان انت لو صحيت قبل ما دوره النوم دي تخلص هتقوم مقريف ومش فايق خالص. واحنا قلنا من شويه ان دوره النوم الكامله بتكون 90 دقيقه، فلو انت نمت الساعه 12 بس تكون على السرير من 12 ل 10 عشان تلحق تنام، وصحيت الساعه 1:30 تلاقي نفسك فايق ومركز. ولو صحيت الساعه 3 هتلاقي ان مستوى التركيز بتاعك زايد عن لو انت صحيت الساعه 1:30. ولو انت صحيت الساعه 4:30 هتكون فايق اكتر واكتر. لو انت يا صديقي صحيت الساعه 5 او اي وقت بين الاوقات اللي اتذكرت او وقت مش محسوب، هتصحى هتلاقي نفسك تدور على اقرب خن عشان تنام، عشان انت تصحى وفي مرحله من مراحل النوم شغاله، فانت لازم تكمل دوره كامله عشان تبقى فايق. ده بيفسر لك انك في ايام بتكون نايم عدد ساعات قليل وتصحى فايق ومركز، وفي ايام تانية تبقى نايم عدد ساعات كبيره جدا وتصحى مرهق وعايز تنام تاني. ده ممكن ينفع مع ناس وناس تانية، لان احنا زي ما قلنا ان دوره النوم مش 90 دقيقه بس، ممكن تكون 120 دقيقه. اغلب الدراسات بتاكد انك لو ظبطت نومك على 90 دقيقه حتى لو دوره النوم ما خلصتش، فانت بتصحى وانت في مرحله العين السريعه اللي هي مرحله الحلم، وتقوم وانت في نص حلمك. هتقوم وهتقاوح وتقول ده انا كنت بحلم بحلم حلو. انا بقول لك قوم يلا عشان احلام النوم بتاعتك دي مش هتنفع. بس انت غالبا يا صديقي لو ظبطت نومك على 90 دقيقه هتقوم وانت مخلص كل حلمك، علشان مش تصيح زي اخواتنا الشرقاويه الله يسامحهم اتعدت منهم. ولكن يا صديقي انا بنصحك ب4 دورات نوم كاملين عشان الوظائف الحيويه بتاعت جسمك والخلايا بتتجدد بالليل وانت نايم. ولكن لو انت عندك فاينل ومزنوق زنقه الكلاب حتما مناسبه ليك، وما تزنقش نفسك تاني. هتقول اشيل من تاني صح انا شفتك، خلي بالك. يلا مع السلامه يا صديقي. عشان وظائف الحياة فاجر. خلال انت يا صديقي خلال الليله الواحده بتمر ب4 أو 6 بأكتر من 4.